صباح الخير. النهاردة ان شاء الله حابة اشارك معاكم يوم مميز جدا بالنسبة لي. جايين نعيش مع بعض كده شوية ذكريات جميلة. هشارك معاكم كده يوم في بيت امي الله يرحمها. المكان ده كله دفء وحنان. المكان ده يعني انا بحبه كده، وبحب اعمل فيه الاكل كده، لاني بفتكر ذكرياتنا مع ماما الله يرحمها واكلاتنا اللي هي كانت بتعملها لنا. هشارك معاكم النهاردة اكلة من الاكلات الحلوة اللي كانت بتعملها لنا. الاكله دي بقى كنا بناكلها في الفطار والعشاء. كنا نرجع كده من المدارس نلاقي ماما عامله لنا الرز بلبن كده في التلاجة. لما نعوز نتعشى ناكله. لما نصحى من النوم بدري كده نلاقيها عامله لنا في التلاجة كده. كانت تسهر بالليل عشان تعمله لنا كده عشان ناكله، احنا بنحب ناكله ساقع. كانت تعمله بالليل وتعمله بالنهار عشان لما نرجع من المدارس كده نلاقيه، بحيث انها تحط لنا اكل مغذي كده واكل حلو. فده من الاكلات المحببه ليا، وحبيت النهارده اعملها في بيت ماما. افتكر الرز واللبن اللي كانت بتعمله، كانت بتعمله بكل حب، وكلنا كنا بنستناه وبندور عليه كده، ونيجي نفتح التلاجة احنا عارفين ان ماما عامله لنا الحلو اللي في التلاجة. فكنا نستنى الاكل الحلو اللي هي عاملاه، وكنا نتلم حواليها كده وهي بتعمله. فالنهارده حبيت اعمله في اوانيها، واطلب منكم كده الكل يدخل الفيديو كده يدعي لها بالرحمه، ويدعي لابي وامي وجميع موتى المسلمين، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم ويرضى عنهم. اول حاجه بقى بعملها، انا بطيب الرز كويس قوي. يعني بحط ميه كده وبطيب الرز الاول عشان الرز تبقى طيبه خالص. يعني مثلا لو هتعملي كوبايه رز بتحطي 3 اضعاف ميه، يعني 3 كوبايات ميه عشان الرز تطلع طيبه خالص. ونحط شويه من الملح كده عليها. الملح ده كده بيعمل توازن مع الرز كده. خلاص هسيب الرز كده مع شويه الملح ده يطيب كده، ياخد غليان كده لحد ما الرز خالص تطيب. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. انا قلت كمان هعمل جنبها كده صينيه من الجلاش، فقلت اعمل لهم كده حلوه كده نتلموا جميعا كده عليها جنب كوبايه الشاي كده. فقلت اول حاجه هعملها شربات الجلاش بيحتاج شربات تقيل. هنحتاج كوبايتين سكر، هنحط عليهم كوبايه ميه، نسيبهم يغلوا كده على النار. واول ما يغلوا تبداي تنزلي بنص ليمونه. ما بيغليش كتير عشان ما يتحرقش منك السكر. بياخد كده كام غلوه وبعد كده تطفي عليه، انت بتلاقي تحسي ان قوامه تقيل. فاحط هنا كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه، واول ما يغلوا انزل بنص ليمونه. ما بحطش الليمونه في الاول. لو عندك فانيليا حطي عليها كمان كده شويه فانيليا، بتدي طعم للجلاش فيها حلوه. ولو عندك فانيليا كمان مع الرز بلبن بتحطيها مع الرز بلبن برضو بتديه طعم حلو. لو ما عندكيش فانيليا وعندك ميه ورد بحطها برضو عليه بتديله طعم حلو. كده انا خلاص حطيت حاجات الشربات كده، هسيبها تغلي بقى على النار. وزي ما قلت لكم كده اول ما يغلي ننزل بنص الليمونه. بعد كده بقى انا بحب اعمل الجلاش محشي. انا عملته كام مره معاكم لايف كده وانا بعمله محشي. بحب اعمله محشي كده، بحب احشيه بدقيق السميد كده. انتي حابه تعمليه فاضي عادي حسب ما تحبي يعني، والله فاضي بيطلع جميل برضو. عملته معاكم اللي يعجبك يعني. انا هنا حبيت، كان عندي شويه دقيق سميد قلت هعمله محشي بدقيق السميد يعني. فجبت كام معلقه كده من السمنه، قلت هسيحهم حسب الكميه اللي هتعمليها يعني. يعني معلقتين 3 كده. احنا بس بنحمر السميد. وخلي بالك وانتي بتحمري السميد عشان ما يتحرقش منك، خلي ايدك على طول فيه كده حمريه. وممكن كمان لو موجود عندك قرفه تحطي عليها قرفه وانتي بتحمريه كده، بتدي طعم حلو جدا ليه. انا هنا هجيب بقى حاجات الحشو بقى ونعمله مع بعض الحشو. اهو جبت هنا كميه السمنه اهي، يعني دول 4 معالق سمنه عشان هعمل كميه كبيره شويه. وهنا بقى الرز بدأ يطيب اهو. بصوا يعني اول ما الرز بقى تلاقيه خلاص كده طاب خالص، امسكي الرزايه كده تلاقيها طابت خالص، تنزلي باللبن. ما تحطيش اللبن خالص غير لما تتاكدي ان الرز طاب. هنا ده السميد اهو. انا هنا كنت هستخدم يعني ايه زي قولي ما نص كيلو كده من السميد، هبدأ احمره اهو. يعني ده كان كيلو، انا هاخد نصه يعني. خلاص انا بحطه كده احمره مع السمنه. عندك قرفه ممكن تحطيها بتديله طعم حلو جدا، او بس هناك ما كانش فيه قرفه. لو عندك قرفه حطيها معاه وانتي بتحمريها بتديله طعم حلو قوي، يعني بتبقى طعمها حلو. انا ما هناك ما كانش فيه، بس انا عملته معاكم قبل كده في لايف عملته معاكم وهو بالقرفه كان حلو قوي. حمريه كويس قوي كده لحد ما تلاقيه كده ايه مش بيحمر، لا احنا بنصفره يعني. خلاص خلي بالك عشان ما يتحرقش منك، لازم ايدك تكون فيه والتانك تقلبي كده. خلاص لو حابه تضيفي له شربات يعني ممكن تضيفي له شربات، هيبقى حلو قوي لو ضفتي له شربات. لو مش حابه تضيفي له شربات والشربات اللي انت عاملاه يا دوبك على قد الجلاش، ممكن تجيبي كوبايه ميه كده دوبي فيها كده يعني زي 3 معالق سكر. متكتريش السكر لان احنا هنحط عليه شربات. 3 معالق سكر كده
وقلبيهم في كوبايه ميه وانزلي عليه بعد ما يكون اتحمر، يكون ايه اصفر كله، يعني مش باين لون اللي هو لون السميد العادي يعني. خلاص اول ما تلاقيه كله خلاص كده اتفرفر كده وشرب من السمنه كويس، انزلي بقى كوبايه السكر. هنا حطيت اهو بصوا سكر، بس السكر كان متجمد شويه. هتقلبي السكر كده كويس وبعد كده انزلي عليه. اللي احنا كنا زمان كده بنعمل حاجه اسمها حلاوه الدقيق، كنا بنعملها بالدقيق العادي، وساعات كنا بنعملها بدقيق السميد، مش عارفه بقى تعرفوها ولا لا. احنا كنا بنعمل كده حلاوه الدقيق لو كنا عايزين ناكلوا حاجه حلوه، نحمره دقيق كده ونعمله ميه بسكر كده ونحطها عليه كده طعمها حلو. وكنا ساعات بنعملها بدقيق السميد. لو انت عندك قرفه حطي عليها بتدي لها طعم جميل. عملته قبل كده معاكم بالقرفه حلوه قوي. خلاص كده هو بصوا ما شاء الله كده طاب خلاص اهو. نزلت بالميه خلاص اتشرب الميه كده خلاص. انا هقفل عليه. عندك جوز الهند عايز تحطي عليه جوز الهند حطيه خلاص. هنا بص الرز، هنا الرز طابت خلاص اهو. اتاكدت بقى لازم تقلبي من فوق لتحت كده وتتاكدي ان الرز طاب كويس. اول ما الرز خلاص بقى يبقى طاب كويس انزلي باللبن. خلاص بصوا هنا الرز طاب خالص اهو. لو مسكتي الرزه هتلاقيها مهريه. انزلي بقى بكميه اللبن يكون مغلي بقى كده وانزلي بيه. عندك بقى نشا حطي، عندك كريم شانتيه بقى حطي المتوفر عندك. انا هناك ما كانش فيه غير نشا. انا في العاده بحط عليه كريم شانتيه بيدخله في طعم تاني، وبحط عليه قشطه. بس الحاجات اللي موجوده الامكانيات الموجودة. حطيت عليهم هنا كيلو من اللبن. حطيت عليه اهو. هبدا اقلبه عليه اهو. اللبن ده انا كنت غلياه، ده كان عندي في البيت، انا كنت حاطاه في الكيس ده يعني عشان اخده معايا اهو. فانا هسيبه بقى كده يتقلب، يعني اللبن لازم يكون مغلي. انا كنت غليه وجايباه من عندي يعني من الشقه. هسيبه بقى كده ياخد كام غلوه معايا كده. واول ما يبدا ياخد كده طياب هجهز بقى مش انا حطيت شويه سكر كده لان حسيته ان هو عادب. فخلاص فانت حطي بقى السكر بمعلقه زي ما انت عايزه. انا قلت هحط الباقي يعني. حطيت كده كام معلقه لقيته كده سكره حلو يعني بالظبط كده. حطيت زي 7 معالق سكر اه. وقلبت كده بصوا لحد ما يندمج كله كده، وتحسي ان هو شرب الرز كمان بقى شربت من اللبن. لو عندك قشطه تحطيها في الوقت ده بتديله طعم خيالي الصراحه يعني. القشطه والكريم شانتيه بيديله طعم حلو. بس الكريم شانتيه بحاول تدوبيه كده في ميه بره عشان ما يكلكعش. خلاص انا هدوب بقى النشا كده. بصوا انا حطيت سكر تاني يعني بعد ما دقته كده حسيت ان هو عادي، رحت زودت سكر تاني. مش فاكره انا حطيت كام معلقه سكر بقى يعني. انا ساعتها بدوق يعني حسب من كميه لكميه بندوق بقى، لان انا مش عارفه انا حطيت الصراحه كام يعني. حسب بقى انت بتحبيه مسكر عادي. انا الصراحه كنت حاطه 7، تهيألي زودت كمان معلقتين مش فاكره بالظبط يعني. خلاص كده قلبته وخلاص. واروح اجهز بقى النشا. بجيب 3 معالق كده من النشا بدوبهم في شويه ميه يعني في نص كوبايه ميه كده. تدوبيهم بره وبعد كده تحطيهم عليه. ممكن كمان تحطي عليه كريم شانتيه لو عندك كريم شانتيه حطي. انا هنا هحط اهو 3 معالق من النشا. المعلقه تبقى كبيره كده وحلوه كده عشان يطلع حلو. وهو اصلا الرز بينزل نشا يعني الرز كمان بينزل نشا. خلاص هدوبهم في ميه. خلي بالك الكريم شانتيه لازم تدوبيه في ميه عشان ما يكلكعش معاكي. حاولي تدوبيه وتتاكدي ان هو ناعم كويس عشان ما يكلكعش معاكي. خلاص اهو هنا هدوب اهو النشا في نص كوبايه ميه وهنزل بيه على الرز بلبن. قلت لك عندك فانيليا حطي عليه، عندك ميه ورد حطي اللي موجود عندك. انا حسب الامكانيات ما كانش فيه هناك الصراحه فانيليا فما حطيتش الصراحه. بصوا كده كانت خلاص شرب اهو وبدا يتقل. فاحط عليه بقى النشا بياخد له غلوتين كده بعد النشا وخلاص بقى بيبقى جميل جدا بجد حلو جدا اهو. هقلبه بقى كده واخليه ياخد كام غلوه كده بقى مع النشا. كل ما بتحطي له بقى نشا تحسي ان هو بيتقل اكتر. تغرفيه بقى في الاطباق وتسيبيه يبرد خالص. ولما يبرد خالص تحطيه في التلاجة. ما تحطوش قبل ما يكون بارد، لازم يبرد خالص وبعد كده حطيه في التلاجة. انا بحب اكله ساخن او بارد في كل الاحوال يعني بحبه، لاني بسترجع فيه ذكرياتنا الجميله يعني. ولمتنا كده حوالي ماما في المطبخ هي بتعمله بيبقى حلو جدا. خلي بالك هو بيبقى في الاول كده يعني مش ماسك نفسه، بس اول ما بتحطيه سبحان الله بيتماسك كده. اول ما بتحطيه بقى في القالب كده بيبدأ يتقل وبيبقى حلو خالص. هنا بقى هغرفه بقى في الاطباق. جبت بقى صينيه كده وحطيت عليها الاطباق وغرفته. هو كده كان سخن اهو. سايباه بقى يبرد واحطه بقى في التلاجة. عندك جوز الهند بقى حطي، عندك مكسرات حطي، اللي موجود عندك حطيه كله بيبقى طعمه حلو. حتى لو كلتيه كده من غير اي حاجه حلو. انا بقى الاولاد قالوا لي لا احنا عايزين ناكله كده فسبته لهم كده من غير اي حاجه. وحطيت على كام واحد كده جوز الهند. اللي انت عايزه تعمليه اعمليه وما شاء الله حلو كده. وما تنسيش بقى الحبايب كده كلهم دوقيهم الحلو اللي انت بتعمليه. هنا بقى كان الحشو اهو. وكنت سيحت سمنه عشان اعمل بيها الجلاش. دخلت بقى اوضه الصالون وقلت ما بديهاش بقى اخش اعمل في اوضه الصالون.
فجبت لفة الجلاش كده، هي كانت مبهدله شويه بس هتطلع معايا حلوه يعني، عشان هي كانت عندي في التلاجة. هجيب صينيه كده وابدا افرد عليها ورقه الجلاش كده. تاخدي ورقتين بورقتين، حابه تعملي ورقه بورقه بيطلع حلو، سواء بورقه او بورقتين. انا بعمله ساعات بورقتين وساعات بورقه، حسب يعني سمك الورقه اللي انا بشوفها، يعني حسب الورقه متماسكه ولا لا. يعني لو عملتيه ورقه واحده بيطلع حلو والله وجميل، لان المهم الورقه تكون متماسكه يعني ما تكونش مهريه. لو حسيتي ان الورقه مهريه اعملي ورقتين على بعض. انا هنا اهو عملت هنا دي بورقتين، لان لقيت الورقه اللي تحتيها ما كانتش ماسكه قوي. هات هنا كده سمنه، تاني كل الورقه كده سمنه كويس قوي. دي سمنه بلدي بتديله طعم حلو جدا وبتديه في ناحيه تانية، وبالذات بقى لما الحاجه انتي عاملاها كده بحب هتطلع حلوه. حبي كده وعيشي الاجواء كده وانتي سعيده، هتحسي ان الحاجه طالعه جميله وكل اللي هياكل منها هيشكر فيها. دهنت كده سمنه، وبعد ما تدهني سمنه تيجي على الحرف كده وتحطي بقى ايه من الخلطه اللي احنا عاملينها دي. لو كان عندي جوز الهند وزبيب كتير كنت حطيت كده منها، بس انا كانش موجود عندي ايه كميه. حطيت بص اهو، ما بحطش كتير يعني حشو كده، يا دوبك بفرد كده طبقه كده على الحرف كده، بس مش حرفها خالص، بسيب حته كده تنيه عليه زي ما انتوا شايفين كده. يا رب يكون واضح قدامكم. بصوا بجيب جزء كده تنيه وادخل ده كده، وانتي بتلفي كده امسكي بقى شويه، حاولي تشدي شويه في الماسكه كده عشان يطلع متماسك. وحلاوته بقى ان انتي بتحطيه في الصينيه وتحطيه كده بالشكل ده كده، فبيطلع يعني ممكن تقطعيه كله نفس الحجم، فاهمه؟ لان انتي بتقطعيه بعد ما بتخلصي خالص لف. بس هو بس عشان الكاميرا عندي المساحه خلصت فما كملش ان انا اوريكم كل حاجه يعني. بصوا انا كده هلفه اهو. بصوا اهم حاجه تشدي كده وانتي بتلفي، وبعد كده ما تحطيه في صينيه، واللي بيزيد ده شيليه، حطيه في صينيه كده ورصيه جنب بعض، وبعد كده جيبي سكينه وروحي مقطعاه خلاص. وبترشي طبعا عليه من بره برضو سمنه، ونحط عليه في الصينيه بقى. بعد ما نحطه كده في الصينيه كله بتحطي عليه من بره كده سمنه، تعمليه كله كده سمنه وقطعيه قد بعضه بقى. بعد ما تكوني رصيتيه كده بالطول ده كله قطعيه جنب بعضه. دخليه الفرن على درجه حراره 180، مش هياخد وقت خالص في الطياب وهيطلع. تكوني طبعا عامله الشربات بارد وهو ساخن، حطي عليه هتلاقيه ما شاء الله حلو. لما تحطيه في الشربات حطيه على مصفى كده عشان يصفي العسل، وبجد بيطلع حلو جدا. وجربوها وقولوا رايكم في التعليقات. النهارده مش بس عملنا رز بلبن وجلاش، النهارده عشنا ذكريات جميله معاكم في بيت امي الله يرحمها. اتمنى تدعوا لها بالرحمه، يا ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويرضى عنها ويرحم ابي ويرحم جميع موتى المسلمين. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى متنسوش تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. واترككم في رعايه الله وامنه، واقول لكم في امان الله.